دخلنا في 2024 وعايزين نطور نفسنا في كرة القدم. لو عايز تطور نفسك في 2024 في كرة القدم تابع الفيديو للآخر. أنا كمدرب بقيم اللعيب بتاعي على 4 حاجات أساسية، وهم: أول حاجة الفيزيكال، تاني حاجة التكتيكال، تالت حاجة التكنيكال، رابع حاجة اللايف ستايل. كل الحاجات الأربعة دول ضروريين في لعيب كرة القدم بالنسبة ليا كمدرب. هتعمل مربع وتكتب الأربعة في المربع: لايف ستايل، تكنيكال، التكتيكال، الفيزيكال. وهتقيم نفسك من 1 ل10 في كل واحدة فيهم. طب ازاي اقيم نفسي فيهم من 1 ل10؟ نفترض مثلا هنمسك التكنيكال. ايه الحاجات الأساسية في التكنيكال اللي محتاجها أي لاعب كرة قدم؟ أول حاجة وأهم حاجة بالنسبة لي أنا كمدرب الفيرست تاتش. أول حاجة بيعملها اللعيب في كرة القدم بالنسبة لي دي أهم مهارة موجودة في كرة القدم. نفترض مثلا الكرة دلوقتي هتجيلي، فأول حاجة أعملها إيه؟ لازم ألمس الكرة. طب ألمس الكرة لو طالت مني فالكرة دلوقتي اتقطعت. 5 مهارات الأساسيين في التكنيكال بالنسبة للعيب: فيرست تاتش، الباس، الدريبلينج، الهيد، الفينش اند الشوتينج. وفي فرق ما بين الفينش والشوتينج. طبعا في فرق ما بين الشوتينج والفينيشنج. الشوتينج ان انت بتعرف تسدد من اي مكان في الملعب، وش رجلك بالداخلي بالخارجي، رجلك قويه في التصويب. انما الفينيشنج اللي انا اعرف اجيب الجون، اجيب الجون وانا رايح انفراد، اجيب الجون اللي هو زي ما بيقولوا عليه بينتهز الفرص او انصاص الفرص زي ما بيقولوا. ال5 حاجات اللي انا قلت لك عليهم دول دلوقتي هتحطهم في دايره، ونبدأ نقيم فيهم نفسي من 1 ل10، ونكرر نفس العملية دي في باقي النقاط اللي احنا قلناها في أول الفيديو. لو عايز تعرف ايه باقي النقاط أو ايه تفاصيل باقي النقاط اكتب لي في الكومنتات دلوقتي. نمسك العملية بتاعت التكنيكال ونبدأ نقسمها. أول حاجة، هل أنا هتمرن لوحدي؟ هل أنا هتمرن مع زميلي؟ هل أنا هتمرن مع مدرب شخصي؟ يعني لو هتتمرن لوحدك فأنت محتاج إن أنت تاخد مكان أو ملعب فاضي تجيب فيه أدوات وتبدأ تشتغل تدريبات. لو انت محتاج مني مساعدة ممكن اكتب لك التمرينات اللي انت محتاجها في الحتة اللي انت ضعيف فيها. نفس الكلام ده لو هتتمرن مع واحد صاحبك. اما لو هتتمرن مع مدرب شخصي فاهم حاجة ان المدرب الشخصي يكون امين، يكون بيعمل لك تقييم قبلي وتقييم بعدي بعد الفترة اللي هيحددها لك ان هو يقدر يخلص لك فيها نقط الضعف بتاعتك. نبدأ بقى نقسم السنة بتاعتنا لشهور، والشهور نقسمها لأسابيع، والأسابيع نقسمها لأيام، والأيام نبدأ نحدد فيها مواعيد التمرين اللي احنا هنتمرن فيها. المهم ان انا حابب اقول لك ان الاستمراريه هي افضل وسيله للنجاح في كره القدم. ممكن تبقى لعيب موهوب بس قله الاستمراريه بتاعتك هي اللي ما تخلكش موهوب او ما توصلكش لحاجه انت عايزها. في لعيبه موهبه وفي لعيب متدرب. اللعيب المتدرب ممكن يوصل للموهبه لو فضل مستمر، بالعكس بل زود جرعات التدريبيه بتاعتك. اتمنى اكون قدرت اساعدك يا حريف، ولو 1%. لو حابب نكمل السلسله دي اكتب لي في الكومنتات، ولو نفسك تعرف تمرين معين او في مشكله بتواجهك اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هنشتغل على حلها. كان معكم كابتن مهران، سلام يا حريف.